لو ضحيت بالحاجات دي وفهمت ان وجودها في حياتك هيأثر عليك بالسلب وهيأخرك، صدقني حياتك هتتحسن جدا. هلو، ايه الاخبار؟ بجد وحشتوني جدا. عارفه ان انا غبت عليكم بقالي شهر ما بصورش، شهر كامل، بس والله يا جماعه انا فعلا غصب عني. فيلا بينا ندخل الموضوع، مش هأخركم اكتر من كده. بس الاول خلينا نصلي كلنا على النبي. حاجات هتكلم عليهم هيأثروا على حياتك لو فضلت متشبث بيهم ومحتفظ بيهم في حياتك. اول حاجه وانا كان لازم ابدا بيها المقارنه. فكره المقارنه اصلا بحد ذاتها فكره سيئه جدا. احنا ليه نقارن نفسنا بحد؟ اصلا الحد ده معاش نفس العيشه اللي احنا عشناها، ولا احنا عشنا نفس العيشه اللي هو عايشها. حياته كلها، البيئه اللي اتربى فيها كلها فيها اختلافات. انا ليه احط نفسي في مقارنه انا هطلع منها خسرانه؟ وده على ارض الواقع، ما بالكم بقى على السوشيال ميديا. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده عالم السوشيال ميديا ده عالم فيك، كله فيك. او بلاش اقول كله، يعني تلات ارباعه فيك. اغلبية الناس عليه بيرسموا الصورة اللي في خيالهم، الصورة اللي نفسهم الناس يشوفوهم عليها، مش عارفين يحققوها على ارض الواقع فبيحققوها على السوشيال ميديا. بس طبعا كل ده الا ما رحم ربي، بس اغلبية الموجود حاليا فيك. انا ليه احط نفسي تحت ضغط الفيك اللي انا بشوفه ده؟ محدش هيطلع يوريك حزنه ويزعله وكآبته، واللي هيعمل كده هيعمل كده بغرض الاتجار بده. فاللي انت محتاج تعمله فعلا هو انك مش بس تبعد فكرة المقارنة عن نفسك، بدل ما تركز كده مع اللي حواليك. ايه المشكلة لما تركز مع نفسك؟ اما تركز قد ايه انت اتطورت، المايند سيت بتاعتك فرقت عن امبارح ولا لا، جسمك اختلف ولا لا، تشوف تقدمك السنة دي عامل ازاي، والسنة اللي فاتت انت كنت فين، السنة اللي جاية انت هتبقى فين. اتنين، لو ضحيت بالوقت والرفاهية اللي بناخدها وبنضيع وقتنا على السوشيال ميديا، الوقت المستقطع من يومك على السوشيال ميديا، صدقني هتحس بقيمة وقتك، هتحس بقيمة عمرك وأيامك اللي بتفوت بلا جدوى. السكرولينج على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بشكل عام دي رفاهية ناس كتير قوي ما عندهاش، ناس كتير قوي مش بتمتلكها. فخلينا متفقين ان هي بس علشان بقت مرطرطة وبقت موجودة عند كل الناس، بقت رخيصة او بقت رفاهية عادية. ده وقت انت بترفه بيه عن نفسك، بتشوف اللي حواليك، بتشوف العالم وصل لايه. الوقت بقى المستقطع ده يا ريت ما يبقاش وقت يومك كله. طور من شغلك، طور من نفسك، حياتك الايام اللي انت عايشها دي مش هتتكرر تاني لو انت استخدمتها صح. حياتك اللي جايه دي اللي انت مش عارف انت هتعيشها ولا لا، بس وانس عشتها ان شاء الله ربنا مد في عمرك هتعيشها صح. فاهمني؟ طيب نحل الموضوع ده ازاي يا بيبو؟ الحل الاساسي من جوه، من هنا احنا من جوه عايزين ده فعلا. الحل الخارجي سهل. عندك حلين. اول حل ان انت تستخدم النظام اللي جوه تليفونك، سواء بتستخدم اي او اس او اندرويد. في نظام بيخليك تقلل قعادك على السوشيال ميديا وبيحدد لك تايم. هتفعل الخاصية دي في تليفونك، او الابس دي هتساعدك ان انت فعلا تنظم وقتك او تنظم وقت قعادك على البلاتفورمز دي. الكلام ده سواء للناس اللي قاعدة تتفرج والسلام، او اللي شغلها كله على السوشيال ميديا، انه مش بس مقتصر على الناس العادية اللي هي ما عندهاش شغل على السوشيال ميديا، لا وانت كمان، انت as content creator او whatever شغلك على السوشيال ميديا ايه، فانت بتقعد فما تاخدهاش حجة. احنا نفسنا بتميل دايما ان هي ترتاح، بتميل للكسل، سواء دماغنا او اجسامنا، احنا ميالين اكتر للانتخة. لازم تقاوم ده، لازم تقاوم ده علشان تنجح. 3، لو ضحيت بفكرة انك تثبت قد ايه انت صح، قد ايه اللي قدامك ده حمار مش فاهم حاجة، لو ضحيت بالفكرة دي انت مش بس حياتك هتتحسن، انت صحتك هتبقى احسن. مش لازم ابدا انك تثبت وجهة نظرك اللي قدامك، مش لازم خالص. لو اللي قدامك بيتكلم غلط عادي، خليه يتكلم غلط، تشغلش بالك. عارف تشغل بالك امتى؟ لو اللي قدامك جه ياخد رأيك مثلا. لو لقيت بقى النقاش ده بدأ يقرب من فكرة الجدال، اسحب نفسك، طلع نفسك من اي مهاترات او جدالات بلا جدوى. 4، لو ضحيت بفكرة البرفكشنزم، المثالية في كل شيء. وانا مثالية؟ انا انسان يعني عندي اخطاء، عندي اغلاط، اذا انا مش مثالي. المثالية في حد ذاتها بتخلينا نحس انه ما ينفعش نغلط.
فبالتالي بتخليني احط نفسي مع رتبة الملاك اللي ما بيغلطش، اللي بينفذ الاوامر بالظبط. فهيجبرني اني ما اغلطش، فهجلد نفسي، اجلد نفسي على اي غلطة اعملها، ما انا ملاك بقى. فهي دي النقطة. المثالية وحشة جدا، المثالية لله فقط. ابتديت اتعامل على هذا الاساس، ابتديت اجتهد، ادوس على نفسي شوية في الاجتهاد، ولكن لو غلط انا انسان بغلط، لو اللي قدامي غلط انسان بيغلط. فاهميني؟ 5، لو ضحيت بفكرة انك تمسك في الناس وتفضل شاغل دماغك بيهم، مين عمل ومين سوى ومين اتأخر ومين بيعمل حاجة غلط، انت هتتعب في حياتك. ولو ضحيت بالحاجات دي مش بس حياتك هتتحسن، كل حاجة في حياتك هتتحسن. بالك هيروق. الموضوع بجد جميل قوي يا جماعة، خاصة لو انت من الاشخاص اللي بتدقق في كل حاجة. في جملة انا بقيت دايما في دماغي، وبقيت حطها في القاموس بتاعي، وبقيت اتعامل بيها مع كل انواع البشر، كل الناس حتى القريبين مني. هي جملة let them. يعني ايه let them؟ يعني سيبهم وشأنهم، يعني متشغلش بالك، فكك من الاخر. اوكي، بكلمك بكل صراحة اهو، كل وضوح. حد اتأخر عليك او على خروجه انتوا عادي، الا لو هو ما ضركش في التأخير بتاعه ده. حد مش هيسافر معاك السفر دي، it's okay, it's fine. عادي برضه. شفت حد بيكرر نفس الفعل المرة 101 وانت كنت قلت له بلاش تعمل ده يا فلان، يا ابن الناس الطيبة، بلاش كده، غلط، عيب، حرام، خليه يعمل هو يعمله. هو مش انسان كبير ناضج عاقل؟ ما تسيبه يا عم يعمله. انت شايف ان ده صح، جو اون. بقيت بشغل بالي بنفسي انا وبس، ونقطة. امتى بقى تشغل بالك؟ لو حد جه سأل او طلب منك نصيحة، لو جه حد قالك يا فلان انا بحب اسمع كلامك وبحب نصايحك وبحب وجهة نظرك فعايزاك تنصحني، لكن غير كده انت تنسى وتبطل جدالات وتبطل مهاترات على الفاضي زي ما قلت قبل كده. 6، لو ضحيت بفكرة الرفض، لو شلتها من حياتك ومن دماغك زي ما هي واكلة دماغك بالشكل ده، حياتك هتبقى احسن. ليه بقى يا صديقي؟ علشان احنا معرضين للرفض، عادي، انت معرض للرفض، ايه المشكلة؟ ما تترفض. مش كل الناس هتتفق عليك ومش كل الناس هتختلف عليك. سيدنا النبي ما اتفقوش عليه، الله ما اتفقوش على وجوده. عادي، خدها بصدر رحب وما تتضايقش، وافهم من اللي رفضك طب انا اترفضت ليه، افهم الاسباب. لقيتها اسباب فعلا منطقية تترفض على اساسها، اقعد بقى ايه، حللها مع نفسك وابتدي اتعلم من اخطائك او اغلاطك او اللي انت عملته او الحاجات اللي ناقصاك وهكذا. لو لقيتها اسباب مش منطقية، اسباب مش صح، انا ما كنتش متشاف صح، فاذا خد بعضك وامشي وشيل من دماغك، ارمي ورا ظهرك، لان اللي قدامك ممكن اوقات كتير يبقى شخص مريض، شخص تعبان في دماغه، فكبر دماغك. يعني بما ان اللي قدامك بيرفضك عادي، فاذا انت ممكن ترفض. يعني ما تخافش انك تقول لا. من الاخر لو فضلت تقول حاضر علشان اللي قدامك ما يزعلش، هو مش بس مش هيزعل، ده هو اللي هيزعلك، هيستهتر بزعلك، هيستهتر بيك انت شخصيا وهيبصلك قد كده. ارفض لما تبقى عايز ترفض، ما تجيش على نفسك، ما تجيش على صحتك. لما يبقى عندك شغل قول يا جماعة انا عندي شغل. لما يبقى عندك حاجة انا والله مشغول مش هينفع، مش هعرف انزل، مش هعرف اسافر، مش هعرف اروح، لا مش هقدر اعمل الحاجة الفلانية اللي انت طالبها مني. عادي، رفضك مش دليل على ان انت بتكره اللي قدامك او مش عايز تساعده. بتشوف اولوياتك ايه ثم اولويات الاخرين، اولوياتك اهم. فاهمني؟ ما تعتذرش على كل حاجة واي حاجة. فكرة الاعتذار الكتير بيقلل من قيمتك مش بيرفعك. انا اسف دي حاجة حلوة وحاجة غالية وثمينة، وبتخلي اللي قدامك يشوفك قد ايه انت شخص راقي ونظيف ومحترم مؤدب، شخص متربي. ولكن كتر انا اسف على كل حاجة واي حاجة بتخليك تتشاف قد كده، بتخليك تتشاف انك شخص مهزوز ما عندوش ثقة في نفسه. فنبطل ان احنا نقول انا اسف على كل حاجة. الاعتذار بيطلع في وقته المناسب علشان قيمته تظهر. الموضوع هيبقى معاك احسن، نظرتك للحياة وللي قدامك الناس اللي حواليك هيختلف تماما. يعني مش عارفه اقولك ايه تاني. وبس كده انا خلصت. ولو انت استفدت وعجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك، ولو حابب انزل بارت 2 من الفيديو ده لان في حاجات كتير جدا انا ما اتكلمتش عليها من واقع خبرتي ومن مفهومي الشخصي
مهمين جدا. وما تنساش تعمل سبسكرايب على التشانل وتفعل زر الجرس علشان اي حاجة انزلها سواء شورت فيديو او لونج فيديو زي ده يجيلك على طول لو حابب تشوفني تاني. اشوفكم على خير. باي باي.